السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل حاجة حلوة على قد الايد خالص ومش مكلفة. انت هتجيبي اي نوع بسكوت بالشوكولاتة او بالفانيليا زي ما انت عايزة، وهتضربيه كده وتحط عليه بتاع معلقتين 3 سمنة، وتقلبيهم وتظبطيهم كده في قلب الصينية وتركنيها على جنب. هنا هنجيب كيس كريم كراميل وكوبايتين ونص لبن، وعليهم كوباية بتاع ده اسفة معلقة نشا. هتقلبيهم كويس الاول المفروض على البارد، وبعدين تقلبيهم تظبطي السكر حسب ما انت عايزة. خلاص. وبعدين هنا كده هتخلي الكريم كراميل يغلي، وهتركنيه على جنب يهدى. وبعدين تعالي نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل الكراميل. هنجيبه طبعا بالطريقة اللي احنا عارفينها. هنجيب بقى كوباية سكر. طبعا المفروض احنا نخلي ايه الكريم كراميل خفيف، عشان خاطر احنا هنا هنحط الكراميل فهيبقى مسكر قوي. هنجيبه طبعا كده عشان ايه نخلي اللون اللي انتوا عارفينه لونه بني. طبعا هنكون محضرين كوباية لبن وعليها معلقة نشا، تمام، وشوية فانيليا. ديت انا حطيت حوالي معلقتين سمنة سايلين يعني، وهنا اهوت الفانيليا باللبن بالنشا. خلاص هو كده ايه ادانا اللون اللي احنا عايزينه. هنا هنجيب الكريم كراميل اهو، هنظبطه كده ونحطه شوية في التلاجة بتاع ساعة كده. وبعدين هنا برضو الكراميل هدي كله على البارد، هنحطه كده ونظبط الصينية بالشكل ده. طبعا هي كانت مسكرة جدا، فانا حبيت ان انا ايه اخف السكر شوية بتاعها. هي كانت عاملة زي الايس كريم، زي تورتة الايس كريم بالظبط، ما كانتش تفرق عنها اي حاجة. خلاص انا هنا ظبطت كده بالشكل ده، وايه وخليتها خدت كلها بقت لون واحد، تمام. وجبت بقى هنا ايه اللي هو الكاكاو الخام ده اللي هو بالشوكولاته، وحطيت كتير بقى. انت عارفه ده لما تحطي كسر السكر بتاعها شويه واداها طعم حلو قوي، طعم الشوكولاته. كان ده شكلها كده، ولا طعمها بقى مش قادره اقول لكم على على جمالها. طبقه بسكوت تحت وفوقيها الكريم كراميل، وبعدين الكراميل، وبعدين النسكافيه من على الوش كده. اسفه يا جماعه الكاكاو. بس خلاص هنا كده اهو قطعتها بالشكل ده. هو كان انا المفروض احط تحت ورقة زبدة، بس انا ما حطيتش، فدي كده انا طلعتها كده. فالبسكوت ايه ما طلعش، ان انا كنت لسه مطلعاها من الفريزر، سبتها وعملت قطع غيرها.